وانتهت مباراة الهلال والاتحاد بفوز الهلال 2-0 رايح و2-0 جاي، ليكون مجموع المباراتين 4-0، ويتأهل الهلال لدور نصف النهائي ليقابل فريق العين الإماراتي في نصف النهائي. ألف ألف مبروك لجمهور الزعيم، ألف مبروك لنادي الهلال العظيم، الفوز الغالي على الاتحاد رايح جاي، وليؤكد بجدارة ان هو بطل دوري ابطال اسيا ان شاء الله رب العالمين الموسم ده. كده احنا دلوقتي ما بقاش في غير فريق واحد سعودي هو اللي بيمثل الكرة السعودية في ابطال اسيا، فاحنا ورا فريق الهلال من هنا ورايح، مع اني نصراوي لكن انا من هنا ورايح هشجع الهلال، وان شاء الله رب العالمين هنفضل ورا الهلال لحد لما يرفع كاس دوري ابطال اسيا باذن الله رب العالمين، لما يفوز على العين رايح جاي او يصعد بمجموع المباراتين ويستنى الفائز من شرق اسيا علشان يقابله في المباراه النهائيه ويكسبوا باذن الله رب العالمين، ويتوج بكاس دوري ابطال اسيا ان شاء الله لعام 2023 24. مليون مبروك جمهور الزعيم، ان شاء الله رب العالمين احنا في ظهركم واحنا وراكم، كل الفرق السعوديه كل المشجعين السعوديين باذن الله رب العالمين ورا نادي الهلال، وهو ده المفروض يتم لانك ممثل الكره السعوديه في دوري ابطال اسيا، مش بس بتمثل نفسك او جماهيرك. فبالتوفيق ان شاء الله للهلال قدام العين في المباريات اللي جايه، وباذن الله رب العالمين هيكون بطل كاس دوري ابطال اسيا ان شاء الله. حبيت اشارككم الفرحه بس مش اكتر، مش عايز اتكلم في اي تفاصيل في المباراه. شكرا لكم، سلام.